دخل واحد السيد بقى كيشتم وخرج كلمة كلاب وكذا، يعني مستوى يعني نازل. وشفت بأن هذا الولاء لتوفيق بوعشرين هو في حد ذاته يعني واحد البلدة عظمى. الإنسان ملي كيبغي يكون عنده واحد الشيء من الثقافة قلت أو كثرت من اليمين أو من اليسار أما تقول لك علاش كضحك، تكون هذيك الكمية صغيرة ولكن خصها تكون ما تبعاش لولاء لأحد. الولاء يفسد الرأي ويفسد الذكاء ويفسد المسيرة الثقافية ديال الإنسان. لا ولاء، هذه أول نقطة علموها الوليدات ديالكم، لا ولاء لأي أحد. وما تمشيوش مع الكلام ديال فلان لأن فلان كتب 70,000 كتاب أو راه 17,000 مليار كتب. لا، الولاء يضر بصحتك العقلية أقسم بالله. وأظن هذا رأيي والله أعلم أن الأنبياء أصحاب الكتب السماوية، الرسول صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى على نبينا عليه السلام، وسيدنا موسى كذلك، هاد الثلاثة هادو كبروا بدون أب. واش هادشي هاكوك جا باغازار؟ أنا سمعت جون بول شارتر، وما أدراك ما جون بول شارتر، يعني أبو الوجودية في الفلسفة. كان واحد الحوار مع واحد الصحفي وقال لي تيهضر على الحياة ديالو، وقال جون بول شارتر على أنه تولد ومات الأب ديالو صغير، وقال من حسن حظي أن الأب ديالي مات وهو صغير باش ما نتبعش المنوال ديالو. الفراغ اللي خلاه الأب عطاه، يقول هو جون بول شارتر، عطاه واحد الحرية في التفكير. الولاء يفسد عليك الذكاء ديالك. وانتم اللي دخلتوا للقناة وبقيتوا كتشتموا وكتعايروا، يعني كتعبروا على أن عندكم نقص، لأن لا أحد فيكم قال لي هذاك الشيء اللي قلتي راه ماشي هو هذاك. نتوما مشيتوا هي الكلام علاش كضحك وانت كذا، واسترسلتوا في كلام لأن واحد فيكم قال على أن الكلاب ينبحون. أنا غادي نوريك الكلاب ينبحون. مشيت لعند هاد الحديدة هادي وقلت لها عندنا مثقف عمل فيديو يقول أنه التقى ببعض المغاربة، منهم المحامي منهم الطبيب. أنا كنقول لهاد الذكاء الاصطناعي اش كاين، منهم المحامي ومنهم الطبيب ومنهم الأستاذ الجامعي وآخرون من هذه الطبقة أو التركيبة الاجتماعية. هذا الكلام ديالي أنا. وقال إن هؤلاء الناس، شوف بعدا كاين اش قلت لي عندنا مثقف، يعني ماشي تنقول لك راه ماشي ما عندوش ثقافة ما عندوش وزن، لا. وقال إن هؤلاء الناس لهم ضبابية فيما يتعلق بالانتخابات. الله يضربوا الضبابية. غادي نباتو نحلمو بالضبابية. أين الطريق؟ هذا الشيء راه غريب، لكن هو فيه متعة وفيه يعني كنحاولوا ندفعوا بالفكر. حيدوا عليكم الولاء، حيدوا الولاء. أنا أقسم لكم أمام الله كنت في السنة الأولى في علم الاجتماع، السنة الأولى، والأستاذ كيتكلم هكا وأنا نقول ليه لا هذاك الشيء راه خطأ ماشي هكاك، ولكن قلتها بواحد الطريقة متأدبة ماشي. قال لي هكا وكذا، هو يقول لي شوف الكتاب ديال دوركايم عالم اجتماع كبير، وشهدوا الله غتحاسبوني امام الله. قلت له ماشي حيت قالها دوركايم غتكون صحيحه. علاش؟ لان خصك تكون عندك هاد النزعه، لا ولاء لاحد، تفكر وحدك براسك. قلت له وقال ان هؤلاء الناس لهم ضبابيه فيما يتعلق بالانتخابات المقبله في المغرب. الضبابيه دي
لأن المشهد السياسي غير واضح. اسمعوا واش قلت ليه. وقال إن هؤلاء الناس لهم ضبابية فيما يتعلق بالانتخابات المقبلة في المغرب لأن المشهد السياسي غير واضح. أنا قلت له هذا مستحيل أن تكون لهم ضبابية لأنهم لديهم مستوى عالي من الثقافة. لأنهم لديهم، هذا أنا اللي كاتب هادشي وأنا راه ما كنعرفش اللغة العربية. هاد الأم، اللغة راه أم، والله العظيم لا أم. علاش؟ لأنك كتعلمك شي حوايج مربية كتربيك، بيان سور كتربيك. علاش؟ لأن كل كلمة فكرة. المهم هذا موضوع آخر، قريب غادي ندير إن شاء الله شي فيديو على هذا. أنا قلت له هذا مستحيل أن تكون لهم ضبابية لأنهم لديهم مستوى عالي من الثقافة ونضج سياسي عالي وينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي لا تبيع صوتها لأنها تبحث عن مستقبل جيد في التعليم والصحة. هادشي راكم عارفين قلتو. وهؤلاء يأخذون وقتهم قبل الانتخابات وهذا لا يعد ضبابية. كيف يمكن لأستاذ جامعي، هادشي راه كنقولو أنا في الفيديوهات اللي درت، جوج فيديوهات على هاد الكلمة ديال الضبابية. شنو قلت نعلبوها الكلمة. الله يبعد على جميع المسلمين. قلت كيف يمكن لأستاذ جامعي أن تكون له ضبابية ولو كان المشهد السياسي غير واضح؟ ما رأيك أيها الحديدة؟ قال لي الحكم بين الرأيين وأقرأ عليكم كل كلمة أمام الله. ماذا تريدون أمام الله؟ قال لي تصنيف الأستاذ الجامعي والطبيب والمحامي بالضبابية بسبب غياب وضوح المشهد السياسي هو تفسير سطحي. انا ماشي جيت ودرت هذاك الفيديو، ماشي كنت ناعس هكا وقلت راه ما كاين عندي ما ندير. بسبب غياب وضوح المشهد السياسي هو تفسير سطحي وغير دقيق. الوعي السياسي لا يلغى بفعل تعقيد المشهد. يعني كيقول لك يعني ماشي حيت المشهد معقد راه الوعي السياسي ديالك مشارك وغتبقى كتظهر فيك الضبابية. الوعي السياسي ما كيمشيش بفعل تعقيد المشهد ولا يختزل في وضوح أو غموض الخارطة السياسية. هذيك لا يختزل يعني أنا ما كنفهمش اللغة العربية بزاف ولكن شوية كيجيوني كلمات. هذه الفئات، اسمع اللي دخلتي وكتقول لي أنا كنذبح كالحيوانات. هذه الفئات تفهم المؤسسات والقوانين، قلت لكم تدرك حدود ووعود كل حزب، قلت لكم وتعرف أين يمكن أن يكون التغيير ممكنا أو مستحيلا. ولهذا قلت لكم هي ما كتقلبش على واحد الحزب مثالي، هي كتوزن. لهذا غياب وضوح المشهد لا يجعلهم لا ما تكتبوش مش مشكول. لا يجعلهم أو يجعلهم في المشهد. لهذا غياب وضوح المشهد لا يجعلهم ضبابيين بل يجعلهم أكثر حذرا وتحليلا. ملي كتقول لكم راه كيديروا نظر وتيشوفوا في الأحزاب السياسية فين كاين اللي غادي يعطيوهم شوية من دوك الانتظارات ديالهم، بل يجعلهم أكثر حذر وتحليلا. لماذا ما يسمى ضبابية هنا خطأ؟ الحديدة اللي كتسول وكتجاوب الذكاء الصناعي تيقول لك لأن الضبابية تعني غياب الفهم أو الجهل. هذا هو اللي بغيت نبين. أنا قلت أن السيد توفيق 20 هاد الكلمة اللي قال ديال الضبابية راه المفهوم ديالها أنه غياب الفهم
أو فيها نوع من الجهل، أن هاد الناس اللي يتكلم عليهم هاد الأطباء، الطبيب وهذا المحامي وهذا، إما في جهل أم في غياب الفهم تالفين. هذا هو اللي بغيت نقول، هذا هو الصميم ديال علاش درت الفيديو. أما هؤلاء الأشخاص فالتريث الذي يمارسونه هو تقييم عقلاني. أنا قلت لكم بلاصة التقييم العقلاني قلت لكم نضج في الثقافة ونضج في التعامل مع السياسة. هو تقييم عقلاني للمخاطر والمكاسب. أنا قلت لكم لوفر لا دوموند، العرض والطلب في سوق السياسة. ما تنبغيش نقول الكلمة اللي كترعبني وما عرف منين جابوها، تيقول لك الحقل السياسي، دي نامبورط كوا. نقولوها من الفرنسية لو شون بوليتيك، ولو شون هنايا ماشي كي هو الحقل، هنا المفهوم به هذاك الميكانيزمات ديال المانيتيزم. على أي حال، هو تقييم عقلاني للمخاطر والمكاسب ومقارنة دقيقة بين البرامج، قلت لكم، والأثر المتوقع لكل خيار، والبحث عن الحزب الأقل ضررا. هذه قلتها لكم، قلت لي هاد الناس راه كيقلبوا على الحزب اللي تيكون أقل ضرر. كلما تعمق الشخص في المعرفة السياسية زاد تقديره للتعقيدات. قد ما الإنسان كيفهم السياسة قد ما التعقيدات تجي عنده في البال ديالو وعارف كل شيء. كلما تعمق الشخص في المعرفة السياسية زاد تقديره للتعقيدات وطال وقت اتخاذ القرار. أنا ما نشوفوش جالس تيقول لك أنا ما عارف ما ندير أخاي، هاد الأحزاب هاد دابا والتصويت أنا ما عارف ما ندير. ما تاخذش ديك كلمة أنا ما عارف ما ندير قالها هاد الطبيب أو هاد الأستاذ الجامعي، وقالها واحد ما عمرو مشى للمدرسة أنا ما عارف ما ندير. ما تاخذ، ماشي راه نفس الكلمة لا تدل على نفس الشيء. الكلمة توزن على حسب من قالها، كما كيقول باسكال كي بارل ايدو بارل دو كيل شيز، واش جالس على كرسي ديال كرسي ديال الأطباء أو كرسي ديال الأساتذة. كي بارل دو بارل، اسمع. كلما تعمق الشخص في المعرفة السياسية زاد تقديره للتعقيدات وطال وقت اتخاذ القرار. التريث هنا علامة وعي ونضج سياسي. أنا قلت لكم كاين نضج سياسي، لا ضعف ولا غموض. الخلاصة النهائية ما وصفه صاحب الفيديو بالضبابية وفي الحقيقة وعي سياسي ونضج طبقي محسوب. الجاهل يختار بسرعة، أما الواعي حتى ولو كان المشهد السياسي غير واضح فيحسب كل الاحتمالات ويختار في الوقت الذي يراه مناسبا بعقلانية ومسؤولية. هذا ما كنت قلته لكم، وها هو هذا الذكاء الاصطناعي أنا قرأت عليكم حرف بحرف أمام الله. ما تدخلش للقناة ديالي تبقى كتعايرني نقول لك شي حاجة زعما كاينة راه كنعمل بها ولا كانت خطأ، أنت جاوبني قول لي هذه الكلمة اللي قلتي راه ماشي هي هذيك، أعطيني حل باش نقدموا الثقافة بأننا كمغاربة. Je vous aime toujours. Et à la prochaine. Merci beaucoup.